الاهرامات دي يا غالي تتكون من اكتر من 2 مليون و300 الف مكعب حجري ضخم، وزنهم مع بعض يتجاوز ال 6 مليون طن، وعدد كبير جدا من الاحجار دي وزنها بيوصل لاكتر من 80 طن للحجر الواحد. مش بس كده، دول كان بيتم تقطيعهم من جبال بعيده على بعد اكتر من 500 ميل من جنوب مصر، وبعدين بيتم نقلهم كل المسافه دي لمكان بناء الاهرامات، وكل ده اتعمل في عصور قبل الميلاد وقبل التكنولوجيا الحديثه. والاغرب بقى من كده هو ان الهرم نفسه من جوه جدرانه مصنوعه من نوع من الجرانيت موجود فيه ماده الكوارتز، والماده دي بتقدر انها تولد كهرباء لما بتتعرض لضغط كبير، وده زي الضغط اللي بينشأ من 2 مليون و300 الف مكعب حجري وزنهم ملايين الاطنان. فلو مش فاهم مغزى الكلام ده فخليني اقول لك يا غالي ان بالشكل ده ممكن جدا تكون الاهرامات دي كان بيتم استعمالها في توليد الطاقه الكهربائيه من خلال الضغط الشديد على الكوارتز ده، وباستعمال تقنيات كتير غامضه ومجهوله لحد دلوقتي. والفكره بقى هو ان ترتيب الاهرامات الثلاثه باحجامها ومواقعها مترتبه بشكل دقيق جدا ومبنيه بطريقه شديده الدقه، ده غير ان وقت ما اتبنت زمان كانت متغطيه بطبقه من الحجر الجيري الابيض اللي شكله كان لامع جدا تحت اشعه الشمس وكانه بينور. وكمان الاحجار اللي مبني منها الاهرامات كلها متقطعه بحرفيه شديده جدا ومرصوصه كلها في زوايا ثابته ودقيقه جدا، مستحيل كانت تتعامل بالشكل ده بطرق البناء القديمه وحتى بالتكنولوجيا الحديثه نفسها، صعب عليها تظبطها بالشكل الدقيق ده. فازاي بقى كان ممكن على حضاره قديمه وبدائيه تقدر تبني صرح عظيم زي ده لسه لحد دلوقتي محدش عارف يوصل لاسراره ولا حتى يفكر انه يعمل زيه؟